لو عمرك ما عملت اي مشروع ونجح معاك، لو عمرك ما كسبت $1، تعال معايا في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل مشروع يكسبك في اليوم $50 بجد من التجاره، مش من الابلكيشن والكلام العبيط ده. اول حاجه هتروح على موقع اسمه youcan.com وهتنشئ موقع ليك او تجاره الكترونيه خاصه بمنتج واحد، مش عايزك تعمل اكتر من منتج واحد. 2 لازم تعمل يبقى عندك منتج. طب هتجيب منتج منين وانت معكش فلوس؟ سهل، هتروح على موقع اسمه تاجر، موقع اسمه نينجا سيلرز، موقع اسمه وان ستورز. الثلاث مواقع دول بيقدموا منتجات كويسه جدا، وانا برشح لك تاجر على فكره. وحاول تختار منتج، هتختار منتج يكون المنتج ده متداول للناس وما يكونش بتاع فئه معينه. يعني اوعى تروح تختار منتج نسائي بس او منتج خاص بناس اللي هم مرضى، لا، خد منتج ينفع لاي فئه. اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان انت ما يقلش مكسبك في المنتج ده عن $5. سهل جدا على الموقع، المبلغ بيدولك الربح بتاعك ومش هيقل عن $5. على موقع التيك توكس هتعمل حاجه اسمها ان انت تعمل حاجه اسمها ليد ادفرتايزنج. يعني ايه ليد ادفرتايزنج؟ يعني انت تستخدم التيك توك ان هو تجيب الناس تملى استماره. ليه يا مصطفى بنعمل القصه دي؟ اسمع معايا. ليه انا بعمل الموضوع دوت؟ عشان دلوقتي خلي بالك، لو انت بتسوق في دول الخليج هو اساسا ما عندوش ثقه فيك، ما عندوش ثقه ان انت ازاي هيديك بالفيزا بتاعته او هيدفع فلوس. يبقى انت لازم تعمل دفع عند الاستلام. يبقى انت كل اللي محتاجه بيانات العميل وتروح تديها للموقع اللي اسمه تاجر او نينجا سيلرز او وان ستورز، وهم هيعملوا كل حاجه ومكسبك يجي في الاخر. لو احنا قلنا ان انت بتشتغل على التيك توك فهو دايما بيديك نسبه كده. لو انت هتصرف $20 في اليوم، خلي بالك هو ما بياخدش $20 كلها، هو يوقف ممكن لغايه $10. لو انت صرفت $10، $10 دي هتديك من 9 إلى 16 ليدز، يعني 16 عميل. قول ال16 دول هيجي منهم 10 بس ناجحين. 10 في 5 بتساوي $50.